بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هاقول لك على السر التالت أو الهاك التالت اللي تقدر تعمله مع نفسك عشان تقدر تتحكم في عقلك، وتقدر تتحكم في الأفكار، وتقدر تستغل عقلك إن هو يدّيك أقصى ما عنده من القدرات. النهارده هنتكلم بقى عن إدارة المشاعر، هنتكلم عن القلب. القلب هو الملك داخل النفس، هو ده مستودع المشاعر جواك. وهو صاحب القرار سواء في الخير أو في الشر. فالقلب هو المفتاح لكل حاجة جواك. لو القلب بيطلع شعور سلبي زي الغل، زي الحسد، زي الغضب، زي الغيرة، زي الحزن، زي اليأس، بيعمل إيه؟ بيلبس الإنسان في حيطة، لأن الشعور أصبح مسيطر. فبيطلع أفكار، والأفكار دي بتبقى سلبية، والأفكار دي بتؤذي الإنسان نفسه. بُص طالعة منين؟ طالعة من الانفعالات والمشاعر اللي جوّه القلب. تعالَ هادّيك يعني مثال كده عن علاقة الفكرة بالشعور. أنا واحد باحب محمد صلاح، باحبه جدًا، وشايف إن محمد صلاح ده هو اللي شايل ليفربول، والفريق من غيره ولا حاجة، وكسبوا الدوري السنة دي بسببه، واللي فات بسببه، كده يعني. صلاح عندي هو الking. حلو. جيت في يوم الماتش لقيت محمد صلاح ما نزلش يلعب، حصل لي شعور بالغضب، زعلت جدًا، إزاي محمد صلاح ما ينزلش يلعب الماتش ده؟ النهارده الفريق هيخسر. كده أنا طلّعت شعور مصاحب للفكرة اللي عندي، فأصبحت دي قناعة عندي. شُفت القناعة جاية منين؟ فكرة اتربطت بشعور. يبقى هي دي المشكلة، بتبقى هنا دايمًا إن أنت يبقى عندك أفكار مربوطة بمشاعر، أوكي؟ فلو حد عنده مشاعر زي الغضب، زي الحسد، زي الغِل، زي الحقد، زي الغيرة، أوكي، بيبقى سهل أوي أي حاجة تيجي في الدنيا تعمل لها trigger، فتدّي له نفس الشعور. تبقى حاجة مش حقيقية، بس تدّي له نفس الشعور. ليه؟ لإنها مربوطة بأفكار مسبقة عنده. أفكار بقى جات له وهو عنده 4 سنين، 6 سنين، 8 سنين، جات له أول امبارح، تأثّر عليه. طبعًا دي مشكلة بتبقى كبيرة جدًا، وكده بتخلّي عقلك خارج نطاق الخدمة، لإن العقل اللي فيه طالع عليه كمية المشاعر السلبية دي، بيبقى صعب أوي إن هو يفكّر، لإنه بيبقى فيه أفكار كتير وزحمة كتير، وكلّها بتبقى حاجات سلبية. أوكي؟ طيب، تعالَ هادّيك مثلًا ترِكّة تانية ممكن بتحصل فيك وأنت مش واخد بالك. يعني وأنت مثلًا ماسك الموبايل وبتعمل scroll، بتتفرّج على فيديو بيضحّك، جالك شعور سعادة. اتفرّجت على فيديو فيه واحد بيظلم حد، جالك شعور غضب. اتفرّجت على فيديو بعده حاجة ب700.000.000 جنيه بتتباع، جالك شعور يأس مع حقد مثلًا. بُص، ممكن تكون بتتفرّج على 10، 15 فيديو ورا بعض وأنت بتسكرول، عملت لك مُرجحة مشاعر داخلية أنت مش واخد بالك منها. بس لمّا بتقوم أنت بتبقى عامل كمية إرهاق لقلبك من كمية المشاعر المتضاربة اللي طالعة ورا بعض دي، أوكي، ومأثّرة برضه على عقلك. طيب، عشان ما أطوّلش عليكم، آآ أنت عندك حاجتين. أولًا لازم تتحكّم في الفكرة اللي داخلة جوّه. فدي هتحتاج إن أنت تبقى aware شوية، مركّز شوية. الشيطان هو عدوّك، ولازم تبقى عارف كده، لإن ربنا قال إن الشيطان ده عدو لينا. الشيطان بيعمل إيه؟ الشيطان ضعيف جدًا، هو بييجي يدّيك فكرة. هو عارفك وفاقسك وشايفك كويس أوي، فعارف النُقط بتاعة ضعفك، فبييجي يروح قايل لك إيه، كلمة. هي الفكرة كلّها إن النَفْس بتاخد الكلمة دي وبتبدأ تتحرّك في سلسلة أفكار، ولو في مشاعر مصاحبة ليها بتطلع صور قوية جدًا في دماغك، بتاخدك طول اليوم وتبعتك وتخلّيك مخنوق. فطبعًا أول ما تيجي تسمع صوت الوسوسة بتاعة الشيطان دي، وعشان تحمي قلبك وتفصل، لازم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتاني حاجة تعملها آآ إن أنت تستخدم الآية الدوا اللي ربنا قال لنا عليها في القرآن.
دي هتخلّيك تسيطر على قلبك، وخلّي بالك مش هتسيطر على قلبك، هي الفكرة كلّها إن الدوا ده أنت بتطلبه من ربنا عشان هو اللي يسيطر لك على قلبك، لإن القلب بيقعد يتقلّب، فأنت عايز ربنا يثبّته. فبتستخدم الآية دي: أعوذ بربي السميع العليم من الشيطان الرجيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بتطلب من ربنا إن قلبك ما يتوهش، فيثبته لك بعد ما وراك الحقيقة. أوكي، فأنت عايزه يبقى ثابت دايما على الصراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.